السلام عليكم ورحمة الله. كان الكوت ديفوار 2023 يصل إلى الجولة الثالثة. غنقومو بالتحليل ديال الجولة الثالثة. شنو المنتخبات اللي يقدروا يتأهلوا؟ عندنا 6 مجموعات، يعني تتأهل كل مجموعة يتأهلوا منها منتخبين وزائد أحسن 4 تواليت اللي هي غادي يكملوا 16 منتخب يتباراو إن شاء الله من بعد نهاية دور المجموعات. إذا ترتيب المجموعات بعد الجولة الثانية غادي تشوفوه من بعد. الجولة الثالثة وحظوظ التأهل. إلا خدمنا العاطفة غادي نقولوا أن شاء الله مصر غتفوز وغتجي في المرتبة الثانية، الجزائر غتفوز غتجي في المرتبة الثانية، المغرب غتفوز وتبقى في الصدارة، وتونس غتفوز تاخذ المرتبة الثانية، موريتانيا مبقاش عندها أمل باش تتأهل. لذلك يعني تعاطف غادي نأهلوا تونس وغادي نأهلوا المغرب ومصر والجزائر. الشيء اللي كنتمناو إن شاء الله كعرب. موريتانيا يعني ما من الأحسن تخلي الجزائر تفوز باش نضمنوا 4 منتخبات عربية. هنا لا خدمنا العاطفة، هذا كتحليل ولكن خدمنا العاطفة. كنعرفوا أن المنتخب الجزائري كيلعب مزيان، المنتخب المصري خاصو غير التركيز، المغرب كذلك وتونس، ولكن إلا خدمنا المنطق نقدر نقول لكم على الشكل التالي. المجموعة الأولى فيها غينيا الاستوائية، نيجيريا، ساحل العاج وغينيا بيساو. إذا كنتوقع أن نيجيريا غادي تفوز يعني بسهولة على منتخب غينيا بيساو، غيولي عندها 7 نقاط في الصدارة. غينيا بيساو بدون نقاط. ساحل العاج يقدر يفوز على غينيا الاستوائية، إذا غتولي نيجيريا 7 نقاط، وساحل العاج المرتبة الثانية 6 نقاط، والمركز الثالث لغينيا بيساو، غينيا الاستوائية عفوا. المجموعة الثانية الراس الأخضر غادي يفوز غادي يتعادل مع مصر 7 نقاط، مصر 3 نقاط، غانا ستفوز هي 4 نقاط. إذا الرأس الأخضر سيتأهل ب6 نقاط، وغانا 4 نقاط، ومصر ب3 نقاط ممكن كأحسن توالت. أنا أتوقع التعادل بين الرأس الأخضر ومصر، ولكن أتمنى الفوز إن شاء الله للمنتخب المصري كتوقع، خصوصا بعد ذهاب صلاح. السنغال في المجموعة الثالثة سوف تنتصر لتصبح عندها 9 نقاط. الكاميرون ستفوز يصبح لها 4 نقاط، غينيا 4 نقاط، وغامبيا 0 نقطة. غينيا ستتأهل كأحسن توالت، يعني السنغال بالعلامة الكاملة 9 نقاط. يعني هذه المجموعة تقريبا يعني يقدر تكون مفاجأة، تتأهل غينيا هي الثانية. المجموعة الثالثة أنغولا، بوركينا فاسو، الجزائر، موريتانيا. أتوقع فوز الجزائر، يعني وأتوقع فوز بوركينا فاسو 7 نقاط، الجزائر 5 نقاط المرتبة الثانية، وأنغولا المرتبة الثالثة. ولكن كسيناريو آخر الجزائر ستتعادل مع موريتانيا 3 نقاط وتقصى أو ممكن أحسن تواليت. بوركينا فاسو وأنغولا تعادل 5-5، أنغولا مركز أول 5 نقاط، وبوركينا فاسو مركز ثاني 5 نقاط، والجزائر 3 نقاط، وموريتانيا نقطة واحدة. المجموعة الرابعة أتمنى تأهل تونس، ولكن أتوقع مالي تفوز على ناميبيا يصبح عندها 7 نقاط، ناميبيا 3 نقاط، ولكن المركز الثاني سيصبح لجنوب أفريقيا 6 نقاط، والمركز الثالث ناميبيا 3 نقاط، ومصر نقطة، وتونس نقطة واحدة. تأهل مالي وجنوب أفريقيا، وممكن ناميبيا كأحسن توالت، لكن نتمنى للمنتخب التونسي يتأهل إن شاء الله إلى دور 16. المجموعة الأخيرة واللي هي المجموعة السادسة، المغرب سيتصدر بعد فوزه على زامبيا سيصبح 7 نقاط، جمهورية الكونغو ستفوز 5 نقاط، ثم زامبيا المركز الثالث نقطتين لن يتأهل دور 16. ممكن أحسن توالت ممكن يكونوا 4 مجموعات الآخرين. المجموعة السادسة لا أتوقع ذلك. تنزانيا نقطة واحدة، إذا تأهل المغرب 7 نقاط وجمهورية الكونغو ب5 نقاط. كتوقع ممكن تكون مفاجأة تعادل زامبيا والمغرب، أو مفاجأة تعادل تنزانيا.